اي اخت جاي لها واحد شاب اللي بيقع في الشبهات شويه وهيقع في الحرام، بعملها علشان اخرج من المأزق بتاعي. في فجوه كبيره جدا حصلت بين الامهات وبين فكر البنات بتوع دلوقتي. كل الكلام ده مهم جدا، وبقول للاولياء قعد بنتك جنبك مفيش مشكله عندك خالص، اختار لها. لو عائشه بنتك في سن الزواج هتدخلها تطبيق الزواج الابليكيشن ولا لا؟ وبعض النسوات بيروجوا عشان يقعدون جنبهم، يعني النسوات دول تلاقيهم 30 سنه وما اتجوزتش، 40 سنه وما اتجوزتش. فانا رديت رد يعني كان غريب شويه ساعتها، قلت لها ده انا اي شاب هيجي لي ويقول لي عايز اتجوز لو لمست منه الاختيار الصح هاخده معايا على البيت. وانا قلت مهر عائشه بنتي اللي هو شكله حلو ومعاه فلوس ومعلش مدخن دي هيتوب، هي هتقع في واحد مش هتتزوج، هي اسمها واحد ما اتجوزتش. هو ليه البنات بيدخلوا موقع من مواقع الزواج؟ البنات دول بيخبط عليهم كتير جدا بس لا يرقوا لمستوى التطلعات. كان زمان زواج ناجح، دلوقتي انا بقول زواج الصالونات زواج فاشل او اغلبه فاشل. فالامهات دلوقتي انا بقول ما تصلحش تشوف زوجها، لان هي في فجوه الا لو الام بتتابع. القايمه دي ايامهم كانت حبر على ورق ملهاش اي لازمه. انا كده كشفت الخطط اللي انت المفروض هتروح تعملها. يعني انا ممكن اكون بوصل لك حاجات كتير يا يوسف. موضوع كبير قوي، موضوع كبير جدا. هي حضرتك دلوقتي قلت لو عندها ولي امر يبدا يبحث عن الاخ المتقدم ليها ده، هي برضو تعمل ايه؟ حضرتك قلت موضوع الفيس او اليوتيوب او تعليقاته على الفيسبوك والسوشيال ميديا والكلام ده، تعمل ايه تاني؟ تستعين بالله، تقوم في تلت الليل الاخر وتقول يا رب لو في خير قربوا مني ولو في شر ابعدوا عني. تصلي استخاره، تصلي على النبي كتير. تصلي على النبي دي يا يوسف اقسم بالله كنز الناس بيغفلوا عنه. يعني انا دايما بعلمها للشباب ان انت لما تعملها تعتقد ان الموضوع خلص، يعني انت مش تعملها تجرب. بلاقي شاب بيقول لي ايه انا عملتها ومش جايه معايا، اقول له يعني ايه؟ شفت اسقيه عسلا صدق الله وكذا بطن اخيك. هو الفكره في اليقين، انت قول بيقين. انت ما انا بعملها عشان اخرج من المأزق بتاعي، بعملها علشان اخرج من المأزق بتاعي. اي اخت جاي لها واحد شاب تستعين بالله سبحانه وتعالى وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كتير كتير جدا، تقوم في تلت الليل الاخر تسأل ربنا سبحانه وتعالى انه يرزقها من فضله. انت معايا؟ لو لقت اي حاجه مخالفه في شغله تسأله عن شغله وماله بيجيبه منين، تشوف هو قدام لو ممكن يشتغل، لو في شغلانه فيها حرام وهيبقى فيها كذا او فيها شبهه بتعمل، بيتعامل ازاي مع الشبهات. لان بعض البنات بيفرطوا في الموضوع ده، هو ماشي في الشبهات خلاص. انت اللي بيقع في الشبهات شويه وهيقع في الحرام، دي مشكله كبيره. وهم يوافقوا عشان ما توافقيش على حد عشان مستواه المادي، لا مستواه المادي مش هيعمل لك اي حاجه بعد ما تعيشي حياه تعيسه وتلاقي واحده زوجها سافر وبيقعد بالسنتين بره وبيقعد بالسنه بره بعيد عنها وهي ما اختارتوش علشان موضوع الدين. تشوفوا لو جالك شغل بره انت ممكن تسيبني وتسافر ولا لا؟ الكلام ده كله مهم جدا، كل الكلام ده مهم جدا. وبقول للاولياء اتقوا الله في بناتكم، اتقوا الله في بناتكم. مش اي حد يجي لكم تزوجوه البنت. قعد بنتك جنبك مفيش مشكله عندك خالص، اختار لها، ما تسيبهاش هي حد يجي يختار. ما تسيبش الكلام ده. انا جالي سؤال والسؤال دوت انا تعمدت ارد عليه على عام. اخت بعت على صراحه بتقول لي لو عائشه بنتك جت في سن الزواج هتدخلها تطبيق الزواج الابليكيشن ولا لا؟ لان بعض البنات بيعتقدوا ان دي اهانه ليهم، وبعض النسوات بيروجوا عشان يقعدون جنبهم. يعني النسوات دول تلاقيهم 30 سنه وما اتجوزتش، 40 سنه وما اتجوزتش، حياتهم طين يعني قطران، ومعظمهم مطلقات يعني لان هم عمرهم ما هيبنوا حياه سعيده. فتيجي البنت اللي دي داخله مقدمه 18 سنه 19 سنه تخطب من اول اسبوع وتلاقي قائمه عرسان كده قدامها، فيبداوا يروجوا عندهم حقدا من انفسهم. المجتمع النسائي ده مجتمع شويه منفسن كده غير مجتمع الرجاله سالكين، تلاقيهم بيحقدوا على بعض وبضغائن بتظهر والكلام ده كله. فهم بيحقدوا عليهم ويعملوا ايه؟ يقول لها انت ازاي تقدمي في موقع وعيب، وازاي انت بتعرضي نفسك. فبعدين بتقول لي عائشه بنتك ممكن تدخلها في الموقع. فانا رديت رد يعني كان غريب شويه ساعتها، قلت لها احنا عملنا الموقع لان اهاليكم ما بيطبقوش سنه سيدنا عمر الخطاب اللي عملها مع حفصه. انا لما عائشه بنتي هتوصل للزواج اقدم لها موقع ليه وانا واحد فاهم في شرع ربنا سبحانه وتعالى؟ ده انا اي شاب هيجي لي ويقول لي عايز اتجوز لو لمست منه الاختيار الصح هاخده معايا على البيت. انا اللي اختار لها، انا اللي اختار لها. انا هسيب ليه البنت تختار؟ ومرسخ في ذهن عائشه من دلوقتي ان انا اللي هختار لك، وهي عارفه كده. انا او اخوكي زياد او اخوكي عمر احنا اللي هنجيب لك واحد وهندرسه وهنفحصه كويس جدا. وانا قلت مهر عائشه بنتي اللي هيجي بدين مفيش ذره
اتنازل عنها ولو مهر بجنيه انا ما عنديش مشكله خالص، ما عنديش ادنى مشكله. المهر اي شيء عين يعني، فلذلك قلت جنيه يعني مش عشان الجنيه الفكره. لكن الدين لا ينبغي التنازل فيه مطلقا، لا ينبغي التنازل فيه مطلقا. فالتنازل في الدين ده جريمه. اقعدي من غير زواج وما تنزليش في الدين. ما تلاقيش واحد متقطع في الصلاه وتتجوزيه، ما تلاقوش مدخن وتتجوزيه، ما تلاقوش عاقب والديه وتتجوزيه. يا شيخ اصل هو شكله حلو ومعاه فلوس ومعلش مدخن دي هيتوب. ما هو ده نفس الاخ اللي بيجوزها متبرجه وبيجوزها هو ده، هي نفس الاختيار. هي هتقع في واحد مش هتتزوج، هي اسمها واحد ما اتجوزتش. لذلك بعد فتره تلاقيها مطلقه، بعد فتره تلاقيها معلقه، بعد فتره تلاقيها مش عارفه تتلم على جوزها، بيسيبها ويمشي، بيعيش في الحرام عادي. ما انت ما اخترتوش على الدين، ما اخترتوش على الدين. هي دي النقطه اللي دايما بنتكلم عنها، ودي دي الركن الركين. انا بقول للاهالي والله يعني بقولها من قلبي، اختاروا لبناتكم وما تسيبوش البنت هي اللي يجي كده خبط وخلاص. هو ليه البنات بيدخلوا موقع من مواقع الزواج؟ انت فكرت في الفكره دي قبل كده؟ ليه البنت بتدخل موقع الزواج؟ هل البنت ما بيجيلهاش حد؟ لا طبعا. انت معتقد ان البنات دول ما بيجيلهمش حد؟ بيجي لها طبعا. البنات دول بيخبط عليهم كتير جدا بس لا يرقوا لمستوى التطلعات. فبتبدا تدور في مجتمع تاني. اصل زواج الصالونات بقى فيه فجوه كبيره جدا دلوقتي. زواج الصالونات دلوقتي في زماننا كان زمان زواج ناجح، دلوقتي انا بقول زواج الصالونات زواج فاشل. ليه؟ او اغلبه فاشل. ليه اغلبه فاشل؟ لان الام اللي بتختار لك، هو زواج الصالون ده عباره عن صالونات، الام بتروح تزور جارتها فشافت البنت، يعني البنت في الصالون فبتختار، بتشوف البنت في الشغل، بتشوف خالتها بتجيب لها، او خالتك بتجيب لك واحده او كذا وكذا، معارف اقارب. في فجوه كبيره جدا حصلت بين الامهات وبين فكر البنات بتوع دلوقتي. فالام لما كان عندها 18 سنه وجوزت في الثمانينات والتسعينات ما كانش فيه القوانين بتاعت دلوقتي، ما كانش فيه النسوية بتاعت دلوقتي، ما كانش فيه الاستشاريات الأسريات المطلقات اللي خربوا بيوت البنات زي دلوقتي، ما كانش فيه معاهد إعداد المطلقات زي دلوقتي. الكلام ده كله انتشر في زمان. فالأم في غيبوبة تامة عما قبل قوانين الأسرة دلوقتي. فهي بتيجي تجوزك واحدة كل تطلعاتها فيها والله يا ابني دي شعرها أصفر وقلبوزة وبيض بس، هي جابتها لك كده. ولما انت تروح وتكتشف الطين ده كله اللي انت متابعه على الفيس ليل ونهار، واحمد لواني منكد عليك بالنهار وبالليل، وفلان منكد عليك بالنهار وبالليل، ومشاكل جايلك من كل جانب، فتروح وتكتشف ان البنت دي نسويه او متدثره او متاثره بافكار غلط، او اهلها بيلجأوا للمحاكم بدل ما يلجأوا للعادات العرفيه ويحكموا المشايخ والعلماء. تيجي تقول لك امك ايه ده الواد والله مش وش نعمه، هو ساب البنت ليه؟ ده حتى بيضه وجميله. مش ده اللي انت بتسمعه؟ فالامهات دلوقتي انا بقول امهات على دماغنا والله، بس في وقتنا الحالي ما تصلحش تشوف زوجها، لان هي في فجوه الا لو الام بتتابع. يعني في امهات كتير تلاقيها بتتابع وعارفه الموضوع، فتروح تكتشف البنت وتعرف البنت دي متدثره ولا لا، البنت دي تصلح لابنها ولا لا، ولا الكلام ده كله، وتقعد تكشف في قرار البيت. لكن الام دلوقتي بتروح ما شاء الله بتلاقي اختها غضبانه وبتقعد تطبطب عليها وتشتم في الزوج معاهم، وتروح تخطب البنت للولد وهي مش عارفه البنت غضبانه يعني ايه، ويعني ايه رافعين قضايا، ويعني ايه هم واخدين الذهب وبيتكلموا في اصل احنا هنودي الذهب فين ونعمل فين. ما الكلام ده كله كلام ايه؟ ما هو الكلام ده كله الام غفلانه عنه، هي مش عارفه. هي من ايام قعدت سيدها الحاج عربي لما راح زعلت شويه مع الراجل وخلصوا الموضوع، ما كانش فيه محاكم، ما كانش فيه لجوء. القايمه دي ايامهم كانت حبر على ورق ملهاش اي لازمه. فهو ده زواج الصالونات في زمان، دي المشكله الكبيره. فالبنت بتلجأ للمواقع الزواج لكي تعف نفسها في الوسط اللي هي عايزاه، اللي هي بتختاره، الوسط اللي عارفه ان الشباب المتدين بقى بيجي هنا، لان الشباب المتدين ما بيجيبش من الشارع او ما بيجيبش بالصالونات بفكر امه، هو خلاص هو كل الشباب اصلا جايين يعني بيقولوا لي اقنع اهالينا، اقنع اهالينا ان انا في اخ ما شاء الله مهندس ومعاه وظيفه كويسه في شركه كويسه، ابوه انا كلمته مكالمه بيقول لي الولد مش عايز يكتب قايمه. بقول له ليه يا عم الحاج يعني مالوش حق وهيكتب قايمه؟ انا مستغرب. ابوه اصل اقناع اهالي الولاد اكبر من اقناع اهالي البنات. يعني انا اقنع 10 اهالي بنات
سهل جدا عندي، ولا اتكلم مع اهل ولد، لان اهل الولد لهم اعتبار ان ابنهم دوت هم التانيين بيضحكوا عليه، هم فاهمين كده التانيين بيضحكوا عليه عشان ما يشيلوش معاه في الجهاز. يا ست الكل، ما هو هيكتب قايمه، ما القايمه عندي اهي وانا عملت بيها ايه؟ عارف انت الفكره؟ هي عايزه برضو الموضوع القايمه قبل ايام ما كان ورقه المؤخره القايمه ام ربع جنيه. هي في دماغها الموضوع ده، القايمه ربع جنيه اللي ما كانتش واصل امانه زمان، اللي كانت ورقه عاديه وبتتحل في المجالس في القعده، بنقعد في دوار العمده وبنحل الموضوع ده، ما كانش فيه حبس، ما كانش فيه الكلام ده كله جديد. فتلاقي الناس قاعده مش مركزه في حياتها، ومش مركزه هما بيعملوا ايه ولا بيتزوجوا ازاي، وبعدين تلاقيهم هما غفلانين عند كل ده للاسف الشديد. موضوع كبير قوي. موضوع كبير جدا. انت مخليني واخد يعني قفزات على فكره. عارف، بس عايزين كل تفصيله انا تقريبا عامل فيها سلسله. ما هو يعني فعلا كل حاجه احنا بنحاول نعمل ملخص كده، وبنفتح بس نعم. الدنيا عند الشباب والاخوه والاخوات، بحيث ان هم كمان يبداوا يستزيدوا بقى في القراءه وكده. نعم. حته مهمه جدا حاجه ذكرتها، انا كده كشفت الخطط اللي انت المفروض هتروح تعملها. يعني انا ممكن اكون بوصل لك حاجات كتير يا يوسف. لا تمام، الحمد لله. ظبط الدنيا. الله يسلمك يا رب، الله يسلمك يا رب. مشكله بتقابل الشباب، وفعلا ناس اصدقائي كانوا بيكلموني فيها، وقالوا لي كمان لما عرفوا ان مع حضرتك، قالوا لي اسال السؤال ده. انت حضرتك عارف دلوقتي ان الشارع مليان قوي، اللي عامله زي الساعه الرمليه، واللي مش عارف لابسه الشيء الفلاني، اللبس الفلاني، واللي حاطه مكياج، الشارع مليان جدا جدا جدا. فصاحبنا ده بيشوف كل الانواع وكل الجمال وكل مش عارف كل انواع الجمال كلها، واللي هو عاوز يشوفه بيشوفه، ومعظمه بيعجبه حاجه كده بيتمناها ليه. نعم. هو نعم. فبيجي يقدم على خطبه. صاحب ده راح واتكلم مع الاب الاول، ناس محترمين، خلاص تم الامر بينه وبين ولي الامر، خلاص ان شاء الله ايه هتشوف البنت رؤيه شرعيه ان شاء الله قريب. راح شاف البنت، ما شافهاش بنفس الجمال اللي بيشوفه بره، لكن شاف فيها مثلا صفات عجبة جدا، شايف فيها ان هي حد مثلا واعي، شايف فيها ان في ما بينهم ارض مشتركة، لكن عنده وسوسة. وده بقى السؤال، وسوسة طب ما استنى شوية، يمكن الاقي احسن منها بقى في الايه، في يعني الشكل والكلام في الشكل والكلام ده. ما ممكن تلاقي واحدة فيها كل ده وفي نفس الوقت الشكل. ففليه هو في دوامة كده بيسأل نفسه فيها هكمل وما كملش، فبيحط الجمال ضرورة. فهل الجمال لما اروح ابحث عن واحدة ضرورة ابدأ ابني عليها واقول اكمل ولا ارفض، ولا لا؟ تنصح الشباب ده بايه؟